السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ امبارح ابل في مؤتمرها الرسمي السنوي اطلقت سلسلة الايفون الجديدة. طبعا المؤتمر اتكلموا فيه عن حاجات كتير، اتكلموا عن السوفت وير، اتكلموا عن الساعات الجديدة، اتكلموا عن السماعات، بس ملناش دعوة بكل ده دلوقتي. النهارده هنتكلم عن سلسلة الايفون الجديدة الايفون 17، واللي صراحة حصل عليها تغير، تقريبا تغير جذري. فمبقاش في حاجه اسمها الايفون 17 والايفون 17 بلس او 17 ميني، الفئه دي اتلغت تماما. بقى الايفون 17 او الايفون 17 مستقل بذاته، ووراه في الايفون اير، وبعد كده في طبعا زي ما احنا البرو والبرو ماكس. ولكن ال 17 بقى مستقل بذاته، الاير بقى بيجي بحاجات تانية خالص، مميزات تانية خالص ملهاش علاقه او مش مربوطه بال 17. خلينا نتعرف على تليفون من السلسلة الجديدة دي ونشوف ايه التغيير اللي حصل عليها من ال 16 لل 17. خلونا نبتدي بالايفون ال 17 العادي، لان هو تقريبا التليفون ده ظاهريا ما حصلش فيه اي تغيير، هو نفس شكل التليفون الايفون 16، هو الايفون 17. ولكن التليفون ده حصل على اكبر تغيير في كل السلسله من وجهه نظري. التليفون ده دلوقتي بقى احسن وافضل قيمه مقابل سعر، وكل ده بسبب الشاشه، لان الشاشه دلوقتي بقت اخيرا تدعم البروموشن. وانا الحقيقه من الاشخاص اللي عندهم مشكله كبيره جدا مع الشاشات ال 60 هرتز. التليفونات ابل كانت معودانا دايما ان النسخه العاديه والنسخه البلس او النسخه العاديه والنسخه الميني كانت دايما بتيجي بال 60 هرتز، والبروموشن او النسخه ال 120 هرتز كانت دايما مقتصره على البرو والبرو ماكس. دلوقتي البروموشن بقى موجود في النسخه العاديه، واللي من وجهه نظري هي حاليا احسن وافضل قيمه مقابل سعر، وهي الحصان الاسود الكسبان في كل الفئه، وهتعرف ليه. شاشة ال 17 العادي دلوقتي، وعكس كل ما كان بيحدث قبل كده، بقت كاملة ومتكاملة، مش ناقصة أي حاجة ومتفرقش أي حاجة عن النسخة البرو والبرو ماكس. أولا حجم الشاشة بقى 6.3 بوصة، وده حجم مناسب جدا، ولا هو صغير اللي هو 6.1 بوصة، ولا هو الكبير قوي ال 6.7 بوصة. أولد طبعا، وزي ما قلنا بتدعم ال 120 هرتز، وكمان بتنزل أثناء الاستخدام لحد 10 هرتز. والأهم من كل ده إن الشاشة سطوعها بيوصل لحد 3000 نتس، وده رقم كبير جدا. مش بس كده، الشاشة كمان عليها سيراميك شيلد 2، طبقة حماية مقاومة أكتر 3 مرات للخدش أو الكسر عن النسخة اللي فاتت. والأهم من كل ده بقى هي طبقة الأنتي ريفلكتيف كوتنج اللي اتحطت على الشاشة دي. فالطبيعي أو العادي الشاشة هي عبارة عن حتة إزاز قابلة إن الضوء لما يجي عليها ينعكس عادي جدا، حاجة أشبه بالمراية، وده طبعا بيقلل من سطوع ومن حدة الشاشة بشكل كبير جدا. ولكن الطبقه دي هي عامله كده او شبيهه للسكرين بروتكتور الفامي اللي بتتحط على التليفون. وبالمناسبه السكرين بروتكتور الفامي دي اسوأ وارد حاجه انت ممكن تعملها لتليفونك، بتقلل سطوع الشاشه جامد جدا، بتقلل الاضاءه، بتقلل الكواليتي، بتقلل كل حاجه. هي حاجه رديئه جدا، يعني هي الحاجه الوحيده المميزه فيها هي البرايفسي يعني. بس بعيدا عن كل ده، يعني هي شيء رديء جدا ان انت تعمله في تليفونك. فدلوقتي انت ما بقتش مضطر للسكرين الفامي، لان التليفون بقى يجي عليه 7 طبقات من الانتي ريفلكتيف كوتنج زي ما ابل بتقول. فحاليا حده الشاشه او سطوع الشاشه او حده الالوان وحلاوه الالوان هتبقى احسن بكتير. بالنسبه للاداء، فطبعا ابل بتقدم بروسيسور ال A19 الجديد، تطور مش كبير قوي عن النسخه اللي فاتت، ولكن ضافوا فيه طبعا الديسبلاي انجن، لان الشاشه دلوقتي طبعا بتدعم البروموشن 120 هرتز مع 6 كور سي بي يو و5 كور جي بي يو. ولكن الاهم من كل ده بقى ان التليفون دلوقتي بقى يبتدي من مساحه 256 جيجا. مفيش دلوقتي خلاص بقى حاجه اسمها 128 جيجا بقى والكلام ده. المساحه دلوقتي بتبتدي من 256، ودي اكتر او بدايه المساحه المنطقيه لتليفون في 2025. بالنسبه للبطاريه، فابل كعادتها مش بتقول ارقام، ولكن اللي قالته ان البطاريه دي بتقدر تقعد 8 ساعات زياده عن الايفون 16 العادي. وكمان في تحسن ملحوظ في سرعه الشحن، فدلوقتي التليفون يقدر يشحن لك 50% في خلال 20 دقيقه، طبعا شحن سلكي عادي. ولكن كل اللي ابل قالته عن البطاريه دي هو اول داي باتري لايف. واول داي باتري لايف دي هي تقريبا بتقولها على اي تليفون نزلته، مهما كان نوع التليفون، مهما كانت مساحه البطاريه، مهما كان اي حاجه، هي بتقول الجمله دي في اي ايفون بتنزله. اي حاجه نزلتها اول داي باتري لايف، التليفون هيقعد معاك اليوم بالكامل ما تقلقش. طبعا الكلام ده مش عايز اقول لك ان هو ملوش اي علاقه بالواقع وبالمنطق، بس ابسط مثال هقدر اقوله لك، ارجع للايفون ميني ال 12 او ال 13. التليفون ده كانت بطاريته
سيئه بدرجه محدش يتخيلها. التليفون ده فشل ذريع بسبب بطاريته بس. بالنسبه لسيستم الكاميرات في الايفون 17 العادي هو نفس سيستم الكاميرات في الايفون 16، بس الفرق ان الكاميرتين بقوا 48 ميجا بكسل، واللي ابل بتسميهم الفيوجن كاميرا. اي كاميرا 48 ميجا بكسل ابل بتطلق عليها الفيوجن كاميرا. المهم يعني ان مفيش جديد قوي في موضوع الكاميرات ده، هو تقريبا نفس الفكره او نفس الكواليتي اللي كنت بتاخدها من كاميرات ال 16 هتاخدها من ال 17، ولكن اللي حصل عليه تطور ملحوظ وتطور كبير ومش نفس خالص اداء الايفون 16 هي الكاميرا الاماميه. الكاميرا الاماميه اللي بقت تدعم السنتر ستيج وبتيجي بكواليتي 18 ميجا بكسل. فلو عايزين نشرح موضوع الكاميرا الاماميه ده، فتلخيصا كده السنسور بتاع الكاميرا الاماميه او العدسه الاماميه بقى مربع، والكاميرا الاماميه عموما بقت عباره عن كاميرا الترا وايد، وبالتالي الكاميرا بقى فيها اكتر من كادر من غير ما تضطر انك تصور بشكل افقي او شكل رأسي. بمعنى ان لو حضرتك بتتصور سيلفي بشكل طبيعي كده، فالكاميرا الكادر هتلاقيه مظبوط عليك وضيق عليك، لكن بمجرد ما الكاميرا تحس ان في اشخاص تانيين دخلوا في الكادر اوتوماتيك هيوسع من نفسه ويتحول لكادر وايد عشان يستوعب كل الناس من غير ما تضطر تعمل التليفون كده او تعمل التليفون كده او الحاجات دي بقى. كمان التليفون بيدعم الدول كابتشر، يعني التليفون بيقدر ياخد صوره من الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه مع بعض، تصوير فيديو طبعا. الحقيقه مش عارف الميزه دي مفيده في ايه. الميزه دي نزلت في تليفونات كتير قبل كده ونزلت من زمان، ابل ضافوها دلوقتي الحمد لله فاقوا. هي ممكن تكون الميزه دي مفيده لناس او مفيده لتخصصات معينه. الحقيقه انا ما بشوفش منها اي ميزه معينه، ومش متخيل ان انا في يوم من الايام ممكن استخدم الميزه دي ان انا اصور نفسي واصور الحاجه اللي قدامي في نفس الوقت. والله مع التفكير حسيتها مفيده، حسيتها تنفع في تخصصات كتير، بس ما اعتقدش ان انا هعمل كده. لو بتسأل انا ببص على ايه، فانا ببص على السكريبت اللي انا كاتبه او النقط اللي انا هتكلم فيها، لان انا مش هفتكر كل حاجه، وبرضه انا مش فاهم حاجه من اللي انا كاتبه الحقيقه. المهم دلوقتي ننتقل من الايفون 17 العادي لنجم الحلقه ونجم الموسم ونجم المؤتمر، الايفون 17 اير او الايفون اير. الحقيقه انا مش عارف اسمه ايه، ناس بيقولوا 17 اير وناس بيقولوا الايفون اير، فخلينا نقول الايفون 17 اير. التليفون بيجي بنفس الشاشه بالظبط اللي موجوده في الايفون 17. قلنا خلاص مفيش تضحيات، الشاشات كلها حلوه وجميله وبروموشن واخر دلع، ولكن الفرق هو الحجم بس، لان الحجم هنا هو 6.5 بوصه مش 6.3. طيب ما يميز التليفون ده بقى عن بقيه السلسله واللي هيخليه نجم الموسم واللي هيخلي التليفون ده من وجهه نظري هو اكتر تليفون يتباع، هو التصميم والديزاين الجديد. ارفع تليفون عملته ابل في التاريخ، سمكه 5.6 مللي، يعني حرفيا هو ده الاي 70 من سامسونج، نازل بقاله بتاع 20 سنه ولا حاجه. التليفون ده رفيع جدا، بس هو ارفع من التليفون ده تقريبا يعني النص. يعني انا الحقيقه مش عارف التليفون ممكن تمسكه في ايدك ازاي. المهم ان اللي بيفرق التليفون ده طبعا عن بقيه السلسله هي الخامات المستخدمه. فلو انت ما تعرفش، ابل رجعت تاني تستخدم الالومنيوم في كل السلسله. فبعد ما كانت ابل بتستخدم الالومنيوم زيها زي بقيه خلق ربنا وتعمل تليفونات زي بقيه التليفونات، قالت لك لا والله احنا هنستخدم فريم من الستينلس ستيل عشان شكله بيلمع وجميل ومش بيتخربش وحاجه اخر دلع. قلنا تمام، والفريم فعلا كان شكله حلو وما كانش بيتخربش وكان شكله فخم جدا. بعد كده ومن سنتين وتحديدا في الايفون 15 وبعد كده الايفون 16 البرو والبرو ماكس طبعا جابوا لنا الخامه التيتانيوم. طيب ليه يا جماعه ما كنا كويسين مع الستينلس ستيل؟ قال لك لا والله ده التيتانيوم ده جميل وحلو وخفيف ومتين جدا، امتن من الستينلس ستيل. قلنا تمام مفيش مشكله، التطوير مطلوب برضو. ولكن بعد كده رجعنا تاني للخامات الالومنيوم، فالايفون 17 العادي والبرو والبرو ماكس بيجوا بالخامات الالومنيوم، اما ال 17 اير هو الوحيد اللي بيجي بالتيتانيوم. وطبعا دي مش محتاجه اي نوع من انواع التفكير، التليفون رفيع جدا، فلو استخدموا الومنيوم ممكن يعيدوا نفس حادثه الايفون 6. لو انت تفتكر كده من قيمه 10 15 سنه نزل ايفون 6 ومعاه المصيبه ان التليفون لما بتحطه في جيبك بيتني. فبما ان التليفون ده ارفع كمان من الايفون 6، فلو كانوا استخدموا فيه الخامات الالومنيوم كان نسبه ان ده يحصل كانت هتبقى كبيره جدا، فهنا استخدموا التيتانيوم. الصراحه الفريم التيتانيوم مخلي شكل التليفون حلو جدا والتليفون رفيع جدا، بس تحس ان التليفون عنده اتب. يعني انا ما عنديش مشكله مع رفع التليفون على الرغم ان هو مش هيبقى ألذ حاجه في المسكه، وعلى الرغم ان انت هتركب له كفر،
بس التليفون بقى رفيع جدا وكل الكلام ده جميل، بس التليفون فيه زي فاترينا ازاز كده من ورا، واللي المفروض ابل بتقول ان هي جمعت كل مكونات الجهاز في الفاترينا اللي هم حاطينها ورا دي، فبقيت تحس ان الجهاز كله رفيع، فجأة هتصطدم بمطب صناعي غريب كده في اخر التليفون. بس طبعا من دلوقتي لحد ما التليفون ينزل في ارض الواقع والواحد يمسكه في ايده ويستخدمه او يجربه، مش هنقدر نحكم قوي على شكله ولا على مسكة التليفون ولا على الخامات ولا على اي حاجة. طيب ايه اللي بيفرق بقى ال 17 اير او الايفون اير ده عن ال 17 العادي؟ زي ما قلنا الشاشه هي بس الاداء مختلف شويه، فبدل شريحه ال A19 العاديه اللي بتيجي في الايفون 17 هنا بيستخدموا شريحه ال A19 برو. ال A19 برو ما يفرقش حاجه داخليا قوي عن ال 19 العاديه، غير بس ان البرفورمانس كور هي الاحدث، ولكن ال 6 كور سي بي يو هم ال 5 كور جي بي يو هم. الفرق كمان البسيط ان البروسيسور ده بيدعم مزايا الذكاء الاصطناعي بشكل احسن. الذكاء الاصطناعي اللي لسه محدش عارف له حاجه ولا عارف هينزل امتى ولا حتى ابل جابت سيرته في المؤتمر. البروسيسور كمان في تغيير في مودم الشبكات، فبعد ما كانوا بيستخدموا مودم من كوالكوم بقوا هم يصنعوا المودم الخاص بيهم وسموه السي 1، واللي نزل لاول مره في التليفون الايفون الاس اي اللي نزل من حوالي سنه او سنتين تقريبا مش فاكر. اما دلوقتي نزلت منه النسخه الاحدث واللي اسمها سي 1 اكس، واللي بيفرق ما بينها وبين النسخه اللي فاتت هو بس ان استهلاك المودم ده للبطاريه بقى اقل بنسبه 30%. بالنسبه للكاميرات فزي ما باين في التصميم هي كاميرا واحده بس 48 ميجا بكسل فيوجن زي ما اتفقنا، نفس الكاميرا اللي موجوده في ال 17 العادي. كاميرا متعدده المهام تقدر تاخد منها 2 اكس كروب علشان تاخد صور تيليفوتو نوعا ما، ولكن طبعا فكره ان هي كاميرا واحده بتعمل كل حاجه في الدنيا دي مش الطف حاجه. بالنسبه للكاميرا الاماميه نفس الكلام اللي قلناه على الايفون 17 هي نفس القصه اللي هنا. في فرق كمان بين الاير وبين بقيه النسخ، وهو ان التليفون ده بيجي بشريحه الاي سيم فقط، بمعنى انك مش هتلاقي منفذ تركب فيه شريحه عاديه. ولكن المفاجاه اللي انا عرفتها واللي اتمنى ما تكونش صح خالص ان حتى النسخ الثانيه من الايفون 17 سواء العاديه او البرو او البرو ماكس هتجيلنا اي سيم فقط، والنسخه اللي هتقدر تركب فيها شريحه هتبقى موجوده في دول الاتحاد الاوروبي وكمان اليابان. وعلى الرغم ان احنا موجود عندنا هنا في مصر الاي سيم بقالها فتره، ولكن عندنا مشكله كبيره جدا وهي ان الاي سيم ما تقدرش ننقلها من تليفون لتليفون، فبمجرد ما تجيب تليفون جديد وتبقى عايز تنقل عليه الشريحه بتاعتك او الخط بتاعك هتضطر تنزل بنفسك وتروح لحد فرع من فروع الشركه. بالنسبه لبطاريه الايفون اير ارفع تليفون ايفون في العالم واللي سمكه 5.6 مللي، يا ترى ابل هيقولوا عليه ايه؟ ايوه بالظبط زي ما انت قلت all day battery life. مش بقولك التليفون ده او اي تليفون ابل نزلته دايما بتقول السلوجان الغريب ده all day battery life. طيب يا ترى بقى ابل بتقدم ايه مع التليفون اللي بتقول عليه all day battery life ده؟ بتقدم اكسسوار مخصوص للايفون اير اسمه باتري باك، بيتلزق مكان ماج سيف عشان يعمل زي اكستند لمساحه البطاريه. طبعا مش عايز اقول لك ان مفيش حاجه اسمها all day battery life والكلام ده، على الرغم ان محدش لسه استخدم التليفون فعليا وممكن اكون ظالمهم الله اعلم، ولكن من خلال 99% من التجارب السابقه بطاريه التليفون ده مش هتكون حلوه اطلاقا. كده خلصنا كلام عن الايفون 17 العادي والايفون 17 اير ولا الايفون اير ولا ايا كان. دلوقتي بقى نيجي نتكلم عن الوحوش الجديده من ابل، ال 17 برو وال 17 برو ماكس. طيب مبدئيا وقبل اي حاجه ده اسوأ لون ابل عملته من ساعه ما ابتدت تعمل ايفونات. اللون ده اسوأ حتى من اللون الزيتي اللي كانوا عاملينه ساعه ال 13 برو ماكس. ولو ما تعرفش اللون الزيتي ده خش دور عليه، اللون ده كان وحش جدا، اللون ده كان كارثه بالنسبه لي، يعني على الاقل الموضوع ده اذواق. ولكن اللون البصلي الغريب ده الحقيقه انا مش عارف ابل كانت بتفكر في ايه لما اختارته. يعني هل الناس المفروض مسؤولين على الديزاين قعدوا كده يفكروا مع بعض يا ترى نعمل اللون بقى الفلاج شيب اللون الجامد السنه دي هيبقى ايه؟ هل كلهم اتفقوا كده وقالوا هنعمل لون بصلي مثلا؟ يعني بعد اللون التيتانيوم الجامد قوي اللي نزل في ايفون 15 برو والبرو ماكس واللون التيتانيوم ديزرت اللي نزل في ال 16 وال 16 برو ماكس، يجوا في الاخر يعملوا اللون الغريب ده؟ والحقيقه انا لحد دلوقتي ما شفتش لون ابل عملته احلى من لون الجرافيت بلاك اللي عملته في ال 13 برو ماكس، مش عشان ده لون تليفوني ولكن هو عشان فعلا ده احلى وافخم لون. بعيدا عن اللون البصلي الجميل الخطير ده، فده أسوأ تصميم ابل عملته للايفون. التصميم فعلا وحش جدا، التصميم تحسه ان هو مسخ، التصميم تحسه ملوش اي علاقه ببعض. مبدئيا داون جريد في الخامات، بعد ما كان ستينلس ستيل زي ما قلنا وبعديه تيتانيوم رجعنا تاني للالومنيوم. طب ليه رجعنا للالومنيوم يا جماعه؟
ده علشان احنا عملنا هيكل يوني بودي. طبعا انا معاك ان الهيكل اليوني بودي ده هيكون مفيد جدا وهيكون امتن بشكل كبير عن بقيه الايفونات، ولكن كان في مليون حل او كان في مليون شكل يتعمل بيهم الهيكل اليوني بودي ده. تليفون فعلا تحس ان هو ليجو كده متلزق او متركب على بعض، التليفون ملوش علاقه ببعض. عشان يقدروا يعملوا موضوع اليوني بودي ده سابوا طبعا فراغ في النص عشان الماج سيف، وغطوا الفراغ ده بطبقه سيراميك شيلد. وطبقه سيراميك شيلد مش ازاز عليه سيراميك شيلد، لا، ابل بتقول ان هي طبقه بالكامل من سيراميك شيلد. كل الكلام ده جميل وعلى راسي والله، بس التليفون فعلا شكله وحش قوي. ده ناهيك طبعا عن المصطبه اللي معموله ورا، يعني دي تقريبا النسخه المعاقه من الجوجل بيكسل. يعني الجوجل بيكسل عاملين نفس الفكره بس شكلها شيك كده وشكلها هادي وشكلها حلو ولذيذ. هنا شكلها غريب. الفكره ان اللون مخليها اوحش، يعني مفيش حاجه محليه حاجه. يعني مش مثلا التصميم وحش بس لون التليفون حلو فدي شايله دي، او لون التليفون وحش بس التصميم حلو فده شايل ده. الاثنين اوحش من بعض. تصميم وحش، لون بصلي، اوحش حاجه في الدنيا. عملوا لنا ميكس سيء للغايه. المهم طبعا ان من وجهه نظري التليفون افتقد ما لا يقل عن 50% من فخامه ال 16 برو ماكس اللي كنت تحسه تليفون كده مالي مركزه تيتانيوم كده وحته واحده وشكله شيك. التليفون بقى شكله مسخ وشكله غريب. طيب ايه الحسنه الوحيده اللي هناخدها من موضوع اليوني بودي والتصميم الجديد ده؟ هما حسنتين الحقيقه مش حسنه واحده. اول حاجه طبعا مساحه البطاريه الاكبر، واللي ابل بتقول ان التليفون ده يقدر يشغل 39 ساعه من الفيديوهات طبعا بالنسبه للنسخه البرو ماكس. ولكن الاهم اضافه الفيبر تشامبر، غرفة التبريد اللي أخيرا أبل ضافتها لتليفونها، وداعا للسخونية، وداعا لآلام المفاصل، وداعا لأن التليفون يقول لك والله أنا سخن دخلني التلاجة شوية، او ان التليفون يقول لك انا هشحن لحد 80% بس علشان لما يبرد ان شاء الله بكمل لك الشحن. كل الكلام ده المفروض يختفي مع النسخه ال 17 برو ماكس او 17 برو اللي جايه. الكلام ده مفيد طبعا في ثبات الاداء. ابل بتوعد ان التليفون اداؤه هيبقى ثابت بنسبه 40% اكتر. سطوع الشاشه او البيك بتاع سطوع الشاشه ال 3000 نتس الجامدين قوي المفروض يفضلوا او يبقوا مستمرين لمده اكبر. وكمان والاهم من ده ان السخونه بتاثر على عمر البطاريه سواء على المدى القصير او على المدى الطويل. المدى القصير السخونيه بتطير من عمر البطاريه او شحنه البطاريه. على المدى الطويل السخونيه برضو بتاثر عمر البطاريه الكلي او اجمالي عمر البطاريه بينقص اسرع. بالنسبه للكاميرات تغير طفيف مش تغير واو. الفرق ان الثلاث كاميرات الخلفيين دلوقتي بقوا كلهم 48 ميجا بكسل زي ما اتفقنا، كلهم فيوجن كاميرا. العدسه التليفوتو بقت 4 اكس بدل ال 5 اكس الغريبه اللي كانت موجوده في الايفون 16، وبقت تقدر دلوقتي تصور بالعدسه التليفوتو 4 اكس 48 ميجا بكسل او 2 اكس كروب وتاخد صوره 8 اكس 12 ميجا بكسل زي ما انا كاتب كده بالظبط. انا مش عارف مين اللي ممكن يصور 8 اكس تليفوتو 12 ميجا بكسل، يعني بعيدا عن 12 ميجا بكسل بس 8 اكس تليفوتو ده، يعني انت المفروض اللي بيستخدم التليفوتو ده بيبقى عشان يصور مثلا شخص او حاجه. الحقيقه ممكن يكون ليها استخدام، بس عشان تصور الاوبجكت ده انت المفروض تبقى واقف مثلا بعيد عنه 20 متر ولا حاجه، يكون هو واقف في اول الشارع وانت واقف في اخر الشارع ولا حاجه. المهم ان السنسور اكبر بنسبه 56% عن السنسور اللي فات، وكمان 40 اكس ديجيتال زوم. 40 اكس ديجيتال زوم ده بالنسبه لابل طبعا حاجه من المحرمات. فهنلاقي مثلا سامسونج والحاجات دي 100 اكس وكلام كده غريب عن ابل. المهم ان تصوير الفيديو من ابل لسه زي ما هو، اجمد تصوير فيديو موجود، ال 4K بقى ال 120 فريم والدولبي فيجن والاتش دي ار وكل الحاجات الجامده دي. بس الجديد بقى ايه بقى؟ ابل قرروا يضيفوا البرو ريز رو، يعني مش برو ريز عادي. البرو ريز العادي اساسا كانت الثانيه فيه بفلوس، كان كل ثانيه من فيديو انت بتصوره بمساحه كبيره، فما بالك بقى برو ريز وكمان لوج. فانت حرفيا هتحتاج تمشي بتانك مساحه جنبك عشان تصور فيديو. يعني لو فيديو زي مثلا اللي انا بصوره ده بصوره برو ريز رو، انا محتاج اوصل التليفون على سيرفر مثلا خارجي عشان اعرف اخد فيديو زي ده. المهم اخيرا وليس اخرا، الايفونات دي هتتوفر بسعر $799 للايفون العادي، $999 للايفون اير، 1099 انا مش عارف ليه 1099 $1100 للايفون 17 برو، و1200 دولار للايفون 17 برو ماكس. طبعا الاسعار دي عقبال ما توصل لنا مصر هتلاقي مثلا ال 17 برو ماكس ده مثلا بربع مليون جنيه ولا حاجه. المهم انا لازلت عند رايي، وملخصا كده انا شايف ان الايفون 17 العادي هو احسن صفقه وخد احسن واجمل تطوير، لان انا كان دايما عندي مشكله في فكره ان انا عشان اخد شاشه 120 هرتز لازم اجيب البرو او البرو ماكس. هو طبعا البرو والبرو ماكس بيقدموا لك تجربه احسن في التصوير، ولكن مش كل الناس تبقى عايزه تجربه التصوير الخرافيه دي. في ناس عايزه تليفون عادي ولكن
ولكن تبقى شاشته حلوه. دايما كنت بتاخد تجربه الشاشه الحلوه من البرو والبرو ماكس عشان هم اللي بياخدوا البرو موشن، ولكن دلوقتي انت هتاخد شاشه في ال 17 مش ناقصها اي حاجه، 3000 نت سطوع، برو موشن، نفس طبقه الحمايه اللي موجوده على بقيه السلسله، حجم منطقي، فانت حرفيا تقريبا مش ناقصك اي حاجه في التجربه دي. ده بالنسبه للتليفون اللي من رايي هو احسن قيمه مقابل سعر وهو الرهان الكسبان. ايه بقى من وجهه نظري اكتر تليفون هيبيع؟ هو طبعا الايفون اير. ليه الايفون اير هو اللي هيبيع؟ لان هو الايفون اللي جاي بتصميم مختلف تماما، هو الاحدث، هو الاغرب، هو اللي هيلفت وهيشد الانظار اكتر. اما بالنسبه ل 17 برو وال 17 برو ماكس، الحقيقه التليفونين دول ما حصلش عليهم تطوير كبير. كمان موضوع اليوني بادي الغريب والتصميم السخيف، مش هتكلم على اللون لان في لونين تانيين كحلي باين وابيض او حاجه زي كده، ولكن اللون الفلاج شيب ده هو المفروض اللون اللي انت بتماركت بيه. فالتليفون ما حصلش على سعره تغيير عن السنه اللي فاتت، وده شيء يحسب لابل طبعا، ولكن مفيش تطوير كبير قوي عن النسخه ال 16 برو وال 16 برو ماكس، زائد تصميم وشكل اوحش بكتير. فانا لو هرتب التليفونات دي من وجهه نظري هحط ال 17 في المركز الاول، مفيش اي حاجه جنبه، وبقيه الثلاث تليفونات في اي مراكز مش هتفرق. واخيرا لو الحلقه عجبتك واستفدت منها ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وسلام.